صباح الفل والورد والياسمين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. وديت البنات المدارس والحضانات وقاعده رايقه ادلع نفسي بقى باحلى فطار، حاجه خفيفه كده، كوبايه نسكافيه واعيش يا معلم. مع اني عارفه اول ما اخلص كوبايه النسكافيه هيوحشوني وهحس ان البيت فاضي ومفيش دوشه، وهتوحشني دوشتهم وهيوحشني قرفهم. يلا ما علينا، نستغل الوقت ونشرب كوبايه النسكافيه بمزاج وهي سخنه كده، ونفطر براحتنا وندلع نفسنا، ويلا نشوف هنعمل ايه للفطار. كان عندي شويه لانشون في التلاجة، طلعتهم وقطعتهم قطع صغيره زي ما انتم شايفين. كلها كام يوم ويهل رمضان. كل سنه وانتم طيبين وننسى الفطار خالص بقى. فندلع نفسنا كده النهارده. وينفع على فكره برضو تعمليها في السحور، هتبقى حلوه قوي. قطعت اللانشون بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي مكعبات صغيره خالص، وهجيب طبق احط مكعبات اللانشون دي في الطبق. ودي اول خطوه عملتها النهارده. بعد كده معايا طماطميه هقطعها من النص، وهبتدي اشيل الجزء اللي فوق ده، وهقطع الطماطمايه قطع صغيره خالص. مكعبات صغننه خالص خالص. ادي اول نص قطعناه، وبنفس الطريقه هعمل النص التاني. لو عايزه كمان تضيفي فلفل اخضر ضيفي، بتبقى حلوه، بس انا ما بحبش الفلفل الاخضر قوي، عشان كده ما ضفتش. هنكمل تقطيع الطماطمايه. وقطعنا الطماطمايه، نجيب بولة واسعة شوية وانزل بالطماطم فيها. هنشيلها ونجيب طبق تاني. 3 بيضات حلوين كده، هكسرهم وانزل بيهم جوه الطبق. ادي 1، ادي 2، والبيضة التالتة. شوية ملح، شوية فلفل اسود، واخيرا رشة كمون. وهحط بقى قد معلقتين لبن كده كمان عليهم وانا بضربهم، عشان اللبن هيخلي القوام يبقى منفوخ معاكي وانتي بتسويه. وهضرب البيض مع بعضه مع التوابل واللبن لحد ما البيض واللبن والتوابل يمتزجوا مع بعض. وكده تمام. هرجع بقى للطماطم بتاعتي وهضيف البيض على الطماطم، وهقلبهم مع بعض. وعلى النار بقى حطي الطاسة بتاعتك وانزلي بحبة سمنة صغيرين، دوبيهم في الطاسة، وتكون الطاسة غير لاصقة، وتصبري شوية كده نص دقيقة ولا حاجة لحد ما السمنة تسخن، والطاسة كمان تكون سخنة. توزعي السمنة كويس على الطاسة. ونقول بسم الله، وننزل بالبيض بتاعنا جوه الطاسة.
وزعنا البيض بتاعنا. عند الخطوة دي هوطي النار شمعة. اول ما الاقي البيض ابتدى يستوي من جنب كده هوطي النار شمعة، ومن وقت للتاني وهي بتستوي هقلب الطاسة على النار يمين وشمال. ابتدت تحمر من الجناب زي ما انتوا شايفين. عند اخر جزء بقى هبتدي ارش اللانشون بتاعي على الوش. لما احس انها خلاص قربت تتشرب كل السوائل وتنشف كده معايا هنزل باللانشون ارشه على الوش. يا سلام بقى كمان لو عندك زيتون، بس للاسف انا ما كانش عندي. استوت تماما. هطفي عليها. ريحتها مش قادره اقول لكم خطيره. والطبق بتاعي وهنزل فيه. حطيت البيض جوه الطبق. هقطع البيض معاكم مثلثات كده. وهبتدي اقدمها في الطبق بتاعي. وندلع المسائل بقى بشوية طماطم وخيار. يا سلام، ولا يا ماما هاتيلي، ولا يا ماما اعمليلي، ولا يا ماما الحقيني، ولا شوفي دي بتعمل ايه. نحط شريحة كمان. واجيب الصينية بتاعتي بقى الكبيرة، احط الطبق بتاعي فيها، ورغيف قطعته 4. رصيته جنب الصينية كده. ويا سلام بقى كوباية النسكافيه بتاعتي احلى روقان. يا مزاجه يا مزاجه. والصينية بتاعتي زي ما هي كده اخدها اطلع بره بقى اشغل اذاعة القرآن الكريم واقعد مع نفسي واتمزج. وكده خلصت النهارده حاجة بسيطة خفيفة مشبعة جدا صحية، واكيد هتعجبكم. وكده وصفتنا النهارده خلصت، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد المرة الجاية. والسلام عليكم.